جددت الوزير التربية الوطنية نورية بن غبرات تأكدها أن لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن، مشددا على أن المعاطلين المتداولة حاليا المتضامنين عدم احتساب منحة المردودون في التقاعد هي مجرد إشاعة رجعت لها بعض النقابات المستقلة فقط ولا أساس لها من الصحة. وأضافت بن غبرات خلال العرض الذي قدمت لأحد أمام لجنة التربية والتعليم العالي وبحث العمل بالمجلس الشعبي الوطني التي يترأسها كحليش، ليس من المعقول قبول مطالبة النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شروط السن، كون القضية لا تخص قطاعها لوحد، وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية، مشددا على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزاف كبير لإطارات من خلال أي تقاعد المسبق خاص لأساتذة منهم، بحيث بلغ عدم تطلبات الخروج في التقاعد المسبق 30,000